بعد فيديو الانجذاب الجنسي جات لي رساله من احدى المتابعات بتقولي انا اتجوزت واتطلقت بعد شهور لان جوزي كان عنده مشكله. هل ممكن اكون انا السبب فيها لاني ما كنتش بحسه وما عنديش انجذاب ناحيته؟ وحكيت لي حكايتها كالاتي: هي بنت جميله لطيفه شيك ناجحه في شغلها فالعين عليها دايما، لكن هي ما كانتش بتتجاوب مع اي حد، مفيش انجذاب من ناحيته او مش مشدوده له. ولما كان ده بيحصل وهي بترفض، الشخص ممكن يحاول مره 2 3 وبعد كده لما بيلاقيها بتصر خلاص، لغايه ما في مره شخص معاها في الشغل قال لها انه معجب بيها وهي ما كانش عندها اي انجذاب من ناحيته، ولكنه اصر وكان مثابر جدا وقعد شهور يبدلها اعجابه وحبه ليها وبالحاح شديد، وهي كانت بتوضح له بشكل تام ان خلينا اصدقاء احسن، انا مفيش مشاعر من ناحيتي، ولكنه كان بيرفض ويجيب لها هدايا كتير وغاليه وهي ترفض لانها مش معجبه بيه، ولكنه فضل يتحايل عليها ويطاردها. ولما ده ما جابش نتيجه ابتدى ياثر عليها نفسيا بانه لوحده ملوش حد يحبه وانه محتاجها، وبدا يكلم اصحابها وجواز اصحابها ويقول لهم ان هو بيحبها وانها حلم حياته. فضل كده شهور، واي محاوله لرفض تصرفاته كانت نتيجتها انه بينهار لغايه ما حطها قدام الامر الواقع وبحيله ما عرفها على مامته. وهنا هي اتقفلت من الموقف كله لانها حست ان هو بيدبسها، فقررت تبعد عنه تماما وتتجاهله، وعدم الانجذاب حتى اللي عندها اتحول لنفور تام بسبب تصرفاته. وما كانتش متخيله ان الشخص اللي قدامها ده اللي بالشخصيه اللي بتزن بالشكل دي مش ممكن ابدا يكون في يوم من الايام جوزها. وقالت له ده بشكل واضح: انا مش حسيت، ولكنه حرفيا بس رجلها وبكى وقال لها ارحمي ذلي. طلب منها انها تديله فرصه واحده انها ترتبط بيه لمده شهر واحد بس، يمكن تقدر تغير رايها بعد الشهر ده. وطبعا هي رفضت، ولكنه ألح وبكى ومارس ضغط كبير عليها عشان توافق. وافقت على امل ان بعد الشهر ده هيبقى خلاص الموضوع هينتهي على كده، هتقول له ان مفيش حاجه من ناحيتها والموضوع انتهى. ولكنها ما قدرتش تحتمل حتى بس 15 يوم، لانه لما عرف انها خلاص وافقت ابتدى زنه يقل، ابتدى يهدى شويه. وهنا هي ابتدت تاخد نفسها وتحس ان لا مش نافع. ولما راحت قالت له بعد ال 15 يوم ان لا انا مش حاسه وانا مش عايزه، انهار واغمى عليه وبطل يروح الشغل، وهي عارفه ان الشغل ده مهم بالنسبه له جدا، وده كان ضغط نفسي كبير عليها. وفي الوقت ده ابتدت تفكر: انا لغايه دلوقتي ما انجذبتش لحد وانا عمري 23 سنه، كل اصحابي اللي حب واللي اتجوز واللي خطب، وانا لسه ما لقيتش الشخص اللي احبه او انجذب له، ويمكن ده ما يحصلش. وهو شخص طيب وبيحبها وبيموت فيها، بل كمان بيعشقها بجنون. دي الصراحه اللي هي قالتها لي. قالت لي انا عمري ما شفت حد بيحب حد كده. قالت لنفسها خلاص اتخطبي له وجربي يمكن مشاعرك تتحسن من ناحيته، واهو يبقى اسعدتي انسان بيحبك. وقالت لي كانت اكبر غلطه في حياتي اني فكرت اسعد بني ادم بيحبني وهيموت عليا وانا ما بحبوش. كل ما في الامر اني حسيت ان السعاده اللي مش قادره احققها لنفسي اديني كده بحققتها لغيري، ويمكن هو كمان يحقق لي السعاده دي. راح يتقدم واتكلم مع باباه وقال له كل اللي تطلبه يا عمي، وانا هعمل واعمل واعمل واعمل، وادى وعود كتير قوي. واول ما اهله جم الكلام اتغير. مامته قالت لها بالحرف الواحد كل الاتفاقات اللي هو اتفقها دي احنا مش هنلتزم بيها، لانه عاده بيتكلم كتير ما بينفذش. ومن ضمن الحاجات اللي وعدها بيها لما جه يتقدم لها ان هو اللي هيسيب مكانه في الشغل لما يتجوزوا، لان في شغلهم ما ينفعش يكونوا 2 من اداره واحده متجوزين. قال لها انا اللي هسيب شغلي وهتنقل لاداره تانية او لمكان تاني، وانت خليكي زي ما انت. وقبل الجواز على طول رجع في كلامه وخلاها هي اللي تسيب شغلها، مش بالاجبار ولكن بالعياط والانهيار، النمط المعتاد للشخصيه. اثناء الخطوبه كان بيجيب هدايا كتير مبالغ فيها وتجهيزات للعفش الاغلى مش الاحلى، هي تختار حاجه وهو يجيب الاغلى بدون سبب الا ان هو عايز يساعدها على حد كلامه. الالتزام بالوعود الكبيره كان صعب بالنسبه له وما كانش بيحصل، لكن الوعود الصغيره زي الهدايا والحاجات اللي زي كده كان مبالغ فيها. المهم كل الدلع والرضا ده انتهى يوم الفرح. يوم الفرح كان متوتر متضايق. بعد الفرح اصر ان قبل ما يروحوا اوضتهم انها لازم تفضي تشينجينج روم وبعد كده يدخلوا اوضتهم. ولما ده حصل وخد منها وقت وبعد ما دخلوا اوضتهم كان متوتر زي ما كان متوتر طول الفرح، لدرجه ان هو زعق على حاجه تافهه وطلع منه شخصيه كده مش بتاعته قدام الناس. وهم في الاوضه كان متوتر جدا وهي كمان كانت خايفه ومش مرتاحه. المهم في اليوم ده العلاقه ما بينهم فشلت وما حصلش اي حاجه. وتاني يوم سافروا شهر العسل وبرضه ما حصلش حاجه. حتى لما رجعوا من شهر العسل ما حصلش بينهم اي علاقه كامله حميميه، وهو كل اللي كان بيعمله وكأنه بيحاول يبقي الأوضاع على ما هي عليه وما عندوش مشكلة في ده أبدا. لغاية ما أختها قالت لها إن كل ما الوضع ده زاد وطول مش هيبقى كويس أبدا ولازم انتي على الأقل تحاولي. هي للأسف كانت فرحتها اتطفت وإحساسها اللي كانت عمالة تسكته طول الوقت ابتدى يظهر. كانت حاسة إنها ما فرحتش زي أي حد، ومع ذلك قالت تحاول واتكلمت معاه وحاولت معاه لكن مفيش فايدة. فحاولت معاه إنه يروح للدكتور، ولكن هو قال لها إن مفيش مشكلة وإن اللي بيحصل ما بينهم ده عادي جدا وإن دي علاقة كاملة عادية
عاديه جدا، وما كانش عايز يقتنع ان في مشكله اصلا، او بيقنعها ان مفيش مشكله اصلا، لغايه ما راحوا للدكتوره، والدكتوره اكدت ان هي ما زالت لسه فيرجن، وان اللي بيحصل ما بينهم ده لا يمكن تكون علاقه كامله ابدا. ولكنه اصر على كلامه ان مفيش حاجه غلط، ولكن الدكتوره برضو اصرت على كلامها، ومع ذلك قالت لهم على بعض الحاجات اللي يعملوها وشويه ادويه ممكن تحسن الوضع. بعد ما رجعوا من عند الدكتوره ابتدت المعامله تتغير تماما للأسوأ كمان، بقى واضح بالنسبه لها جدا انه بيعاني من مشكله جنسيه. انتوا اكيد فهمتوها. ولما هو حس انها فهمت ان اللي بيحصل ما بينهم ده مش صح ومش هو ده اللي المفروض يكون، ابتدى يعاملها وحش جدا ويهينها ويستفزها ويضايقها ويختلق المشاكل ويتهرب من البيت. اصبح مفيش اي حاجه ما بينهم، لا علاقه لا مشاعر ولا حتى احترام، وابتدى يعاقبها اكتر وينبذها اكتر. هي اعترضت على الوضع وقالت له لازم نروح لدكتور تاني، لان الموضوع ده مأثر على نفسيتك وعليا. لو كان الموضوع مش مأثر عليك بالشكل ده انا كان ممكن اعديه، بس هو مأثر عليك. راح للدكتور وحاول يعالج الامر، قال له يمكن في الاول ده هانيمون ديبريشن، طب ناخد حاجه تساعد، ولكنه كان بيكذب على الدكتور. فطبعا الامر ما اتحلش، لانه كان عاوز يقنعها انه ما عندوش مشكله، ولكنه للاسف كان عنده اكتر من مشكله لا داعي للخوض في تفاصيلها لان مش ده الموضوع. وابتدت كل ما اتكلموا عن الدكتور او الادويه او اي حاجه يعاملها كانه بتشتمه او بتهينه ويبقى عنيف معاها. عاشوا في مشاكل ليل ونهار وهي تعبت وبقت ترد عليه كلمه بكلمه. قالت لي انا الاول ما كانش دي شخصيتي ودي مش طريقتي، لكني تعبت وزهقت، فبقت الكلمه بكلمه، ما بقتش قادره تسكت على الوضع ده. وابتدت خناقاتهم يتدخل فيها الاهل كمان. وفي احدى الخناقات مامته عرفت اصل المشكله ايه وما اتصدمتش وقالت لها معلش بس كده. وهو زاد في عنفه معاها لدرجه مد الايد، وفي مره زقها وقعها على الارض لكنها ما سكتتش، وقالت له انا مش من نوعيه الستات اللي هتتضرب وتسكت وهاخد حقي. بعد 4 شهور بس مشاكل ضخمه ما بينهم اتدخل الاهلين، وباباها عرف وهو بيحاول يتكلم معاهم قال لباباها كلام مستفز، راح خدها معاه ومشي، ولكنه صالحها ورجعت معاه البيت على امل ان الامر يتغير. ولكن الامور كلها كانت زي ما هي، مشاكل وخناق. قال لها انا اديتك كل حاجه، والحاجه الوحيده اللي ما اديتهالكيش فضحتيني عليها. قالت له يعني انت كنت تديني كل ده عشان هو ده المقابل؟ وفي وسط خناقه تانية طلقها وراحت بيت باباها. حاول يرجعها بس في الاخر تم الطلاق، وقعدت سنه كامله لغايه دلوقتي بيحاول من حين لاخر يقنعها بالرجوع. بس وهو بيكلمها دايما يقول لها انت السبب، انت اللي جبتي لي عقده، انا مع اي ست تاني هكون كويس. وفعلا هو بيحاول يرتبط بواحده تانية، لكنه برضه بيحاول معاها في نفس الوقت، ودايما محسسها في كلامه انها ست مش اصيله ما استحملتوش، وان في واحد صاحبه عنده مشاكل جنسيه اكبر من كده بكتير ومراته ست اصيله واستحملته وما فتحتش بقها. ده مبرره علشان الست دي اصيله ومحترمه. هما كده متطلقين بقالهم سنه، ولكنه ما زال بيتحايل عليها كل شويه ان هم يرجعوا، وبيحاول يقنعها انها اصل المشكله وانه زي الفل وما فيهوش اي مشكله. هي اللي مش فاهمه وقالت الاصل عشان فضحته، وشويه يقول لها انت شخصيتك قويه، وشويه يقول لها اصلك انت ما بتحبينيش. المهم النهارده بعد سنه خلاص الحمد لله تخطته، دلوقتي حاليا هي تخطته بعد كلام لينا كتير مع بعض. كانت بتكلمني وهي معتقده تماما انها ست وحشه، وانا اللي طلبت منها اني انشر قصتها، وهي وافقت لانها مش حابه حد يعدي باللي هي عدت بيه. واختياري بالتحديد لقصتها في وسط قصص كتير جدا جات لي بعد فيديو الانجذاب الجنسي، لان القصه دي ببساطه توريك ان ممكن يكون كل مقومات الجوازه الناجحه موجوده، لكن حاجه واحده زي الانجذاب الجنسي ما بين الطرفين مش موجوده تدمر الدنيا. فيديو الانجذاب الجنسي انا جالي بعديه رسائل كتير جدا ما قدرتش فعلا اعدها، نصها الجوازات باظت وحصل فيها طلاق بسبب الموضوع ده، ونصها تاني اصحاب القصص كملوا في حياتهم ولكنهم مش سعداء ابدا وبيعانوا. صاحبة القصة كانت بتقولي بالحرف الواحد أنا اتكسرت واتجرحت وفرحتي راحت، وأنا فيا كل حاجة كويسة تخليني أعيش حياة سعيدة ولكني ما عشتهاش. أنا مش أنا بتاعت زمان، والعلاقة دي أخدت من روحي حتى لو ما كانش فيه حب. إيه لأن أي علاقة بتعدي على الإنسان وتنتهي بشكل وحش كده بتاخد من روحه وبتجرحه. قالت لي أنا اتجرحت بس مش قلبي اللي اتجرح، نفسيتي. انا ما عشتش لحظات حلوه افتكرها، انا اتجوزت واتطلقت وما عنديش حاجه حلوه افتكرها بخصوص الموضوع ده ولا الجوازه دي. المشكله في القصه دي انها ضربت على كذا وتر. هتسالوني هو مين فيهم الغلطان؟ هقول الطرفين كانوا غلطانين، بس في فرق لما تغلط في حق حد بقصد وما بين ان انت تغلط في حق نفسك. ودايما بقول الغلط اللي تغلطه في حق نفسك مقدور عليه، لكن ما تغلط في حق حد تاني وتأذيه دي كبيره. هي غلطها كان في حق نفسها لما اتجوزت حد هي مش منجذبه ليه نهائي، وكانت هتبقى غلطت في حقه لو كانت اتجوزته وهي ما قالتلوش ده، لكن هي كانت واضحه وقالتها له بشكل مباشر. هو كان عارف كويس قوي انها ما بتحبوش ومع ذلك ألح عليها
فغلطها هنا كان في حق نفسها. وخلي بالكم اللي حواليها كانوا بيقنعوها وخصوصا اصدقائها، يعني الموضوع هيجي بعد الجواز، هتحبيه بعد الجواز، هيحصل انجذاب بعد الجواز، في كل المميزات. وده مش حقيقي ومش بيحصل. ما تنصحوش الناس بحاجه تلبسهم في الحيط، ما تنصحش بحاجه انت مش عارف نتيجتها. نيجي هنا للراجل في الموضوع ده، هل هو غلطان؟ غلطان. هيجي الرجاله يزعلوا ليه؟ ده غلطان في ايه؟ ده عمل وعمل وعمل عشانها. انت ازاي كبني ادم تحس انه شيء لطيف وجميل انك تجري ورا واحده قالت لك مره واثنين وثلاثه انها مش عايزاك، وتضغط عليها نفسيا وتحاصرها في كل مكان وتتعامل مع الامر وكانه لعبه ونفسك فيها، وبعد كده تزعل لما الجوازه ما تمشيش وتقول انا صرفت وما صرفتش؟ لما بيجي لي راجل ولا ست يبعتوا لي رسائل يقولوا لي نجذب الراجل ده لينا ازاي، نجذب الست دي لينا ازاي، نخليهم يقعوا في حبنا ازاي، اقول لهم مفيش حاجه اسمها الكلام ده. ان ما كانش هي او هو عندهم انجذاب ناحيتك او ناحيتك من الاول فمالوش لازمه. ليه اتجوز او ارتبط بحد انا ضاغط عليه علشان يحبني؟ اوعى تفكر ان ده هيبقى سعاده ليك او ليكي ان انتوا تاخدوا اشخاص مش بيحبوكوا عشان انتوا بتحبوهم. ده هيبقى ألم كبير وهو عاد عليه بالألم. وانا واثقه ان الطريقه اللي اتبعها معاها دي بيتبعها رجاله كتير، وفي الاخر يزعل ويقول لك انا صرفت قد كده على الجوازه وما مشيتش. الله، ما المبدا من الاول غلط، ما بني على باطل فهو باطل. انت اساساتك في الجوازه دي بنت عجبتك ومت عليها وهي مش عايزاك وانت خدتها بالعافيه، وبعدين ولا حاجه، تعست نفسك وتعستها. لا، والمشكله الاكبر ان انت يبقى عندك مشكله وما تقولش وتحاول تقنع اللي قدامك ان هو اللي عنده المشكله. الموضوع هنا مش المشكله الجنسيه اللي عنده نهائي. وهي قالت لي انا كان عندي استعداد احتمل ده عادي جدا لو كنت حاسه ان الموضوع مش مأثر عليه. ما هو كان بيعاملني بعنف وبإهانه عشان ما خدش اللي هو عايزه، ويحاول بعد الطلاق انه يقنعها ان هي اللي كانت السبب. ليه؟ عشان لما يجي يرتبط بواحده تاني ونعيد نفس القصه. ليه؟ لانه مش عايز يعترف لنفسه انه عنده مشكله. للاسف بعض الرجاله اللي عندهم بعض المشاكل الجنسيه بيسعوا بكل جهدهم ان يتجوزوا ستات زي القمر وناجحين وحلوين و لانتفاء شبهه ان في مشكله، وده غلط ليه وليها، وفي الاخر بيعود عليه برضه بالضرر. العلاقه الجنسيه مهمه جدا في الجواز. الانجذاب الجنسي قبل الجواز هو ده اللي بيضمن ان العلاقه بعد الجواز هتبقى كويسه. ما تتغاضوش عن النقطتين دول ابدا. ما عندكيش انجذاب ناحيه حد، ما عندكش انجذاب ناحيه حد، اوعوا تقبلوا بيهم، لان في الاخر هتعود بالتعاسه على الطرفين. وعلى فكره معلومه، يعني وجود انجذاب جنسي قبل الجواز برضه ما بيضمنش بعد الجواز ان العلاقه الحميميه هتبقى علاقه كويس. دي محتاج ثقافه وتفاهم ما بين الطرفين. الانجذاب الجنسي هو البذره الاولى او النواه اللي بنبني عليها بعد كده حاجات كويسه. بعد الجواز نجاح اي علاقه محتاج شغل ومجهود وصراحه واحترام. لو اتفقدت حاجه من دول باظ الموضوع. الحاله دي مش الحاله الوحيده اللي اتطلقوا بسبب موضوع زي ده. ما كانش عندها انجذاب ناحيته قبل الجواز، وبعد الجواز كل شيء اثر. في الطلاق بعد شهرين، في الطلاق بعد 6، في سنه، وفي سنتين، وفي 3، وفي معاهم عيال. انا قلت لها انت هتتخطي العلاقه دي وهتبقي احسن، لان المشكله ما كانتش فيكي انت. لما غلطتي في حق نفسك، وانت هتقومي وهتبقي كويسه وحياتك هتبقى افضل. وانسي اللي فات وافتحي صفحه جديده واوعي ترجعي تاني. دايما بقولها الطبق اللي تفي فيه ما ينفعش نرجع ناكل منه، عشان في ناس بتعمل كده. رجوعهم لبعض في وضع زي ده يخلي كل واحد عايش مع التاني شايل سكينه ورا ظهره وخايفين من الفشل اكتر من النجاح. في حاجات كده لما تتهز انتهى الامر. اما بالنسبه للراجل في المشكله دي، لو يوما ما وصل الفيديو ده فلازم يعرف ان هو غلط في حقها وفي حق نفسه. انت فاكر ان انت بتتجوز واحده مش عايزاك ان انت هتكون مبسوط عشان انت عايزها، وفاكر لما تتجوز واحده وانت عندك مشكله جنسيه انها لازم ترضى بيها. دي من اكبر المشاكل اللي الناس فاكراها، ان الست مش من حقها تقول ان في مشكله وانها تفتح بقها. دي تبقى قله ادب. مفيش حاجه في الدنيا تقول كده. الست ليها حقوق زيها زي الراجل. وعلى فكره الست اذا سعيده في هذه العلاقه الراجل بيكون مبسوط. انت مش متجوز دميه. وبالنهايه اقولها تاني، اوعوا تقللوا من قيمه الانجذاب اللي بتحسوه تجاه بعض قبل الجواز. لو مفيش انجذاب بلاها الجوازه دي. اتمنى حكايتها تكون فادتكم، وبقول لها هي وهي بتتفرج على الفيديو ده انت قويه وجميله وخليكي دايما واثقه من نفسك، واكيد اللي جاي احلى. وبقول لجوزها لو وصل له الفيديو، مشاكلنا بتبقى بسيطه لما بنكون صراحه، لما بنعرف فين المشكله بصدق ونحاول نحلها مش نداري عليها. اتمنى لكم كل السعاده والحب، واتمنى كل حد عدى بقصه شبيهه حياه افضل. كانت معكم فيبي انور. يومكم سعيد.